ان انا النهارده اجي احتفل مع حضراتكم بفوز الاهلي وتاهله للدور النهائي، وده كان المتوقع وده كان الاقرب وده كان كل شيء. يعني كل الاحداث قبل المباراه كانت بتقول كده. اذا لعب الاهلي صح، اذا الاهلي كان جاهز ذهنيا قبل ما يكون جاهز فنيا. لكن الحقيقه الاهلي امبارح يعني لعب شوط وساب شوط، ونتائج الاهلي على مدار البطوله ما بتدلوش الحق ان يوصل فاينل وينافس على اللقب بصراحه. يعني لما تلعب 4 ماتشات تتعادل منهم 3 وتخسر مباراه، يبقى نتائجك بتقول اذا اعتبرنا انه الماتش ب3 نقط يبقى انت جايب 3 نقط من 12، مش من حقك تصعد فاينل. على المستوى الفني امبارح دعم الجمهور والدوافع اللي كانت موجوده ادت للاهلي افضليه اول تلت ساعه نص ساعه، وبعد كده رتم الماتش نزل تماما بالنسبه للنادي الاهلي. برده مفيش تفسير بين الشوطين. المفترض اللعيبه بتاخد شحنه ضخمه جدا وينزلوا الشوط الثاني، وده على فكره في الكوره العادي لما تكون عايز تكسب يعني، وخصوصا على ارضك وبين 50,000 متفرج. وكمان شخصيه الاهلي كده انه ينزل يكتسح ويقاتل ويشتغل. وروح الاهلي في اخر ربع ساعه لما بيكون محتاج الماتش، وبعدين اخر 10 دقايق، وبعدين اخر 5 دقايق، وبعدين الوقت الضايع، واشتهر الاهلي بالاجوال اللي بتيجي في الوقت القاتل دي. لكن امبارح تبص تلاقي كانه اتبدلوا. مش ده الاهلي، مش فرقه الاهلي. الشوط الثاني مش فرقه الاهلي. الدقايق الاخيره والقتال والروح والشغل مش موجود خالص في الملعب. ايه اللي حصل؟ ايه السبب اللي ادى لان الاهلي يظهر بهذا المظهر في البطوله دي؟ اللي حاصل السيزون ده اصلا لما الاهلي يخرج من الدوري الافريقي وقبلها يخسر السوبر الافريقي وتبقى نتائجه بهذا الشكل واداؤه بهذا الشكل، لازم الناس تقف وقفه وتتحاسب. يعني مين السبب؟ والناس تتحاسب، لان المفترض ان الاداره بتسعى لتوفير كل شيء للنادي الاهلي. مستقر من الناحيه الماديه، مستقر من الناحيه الفنيه، مستقر المفترض من الناحيه الاداريه، كل حاجه مستقره. ولسه محتفلين بموسم عالمي يوم 22/8 اللي فات، عاملين حفله ضخمه جدا. بعديها بدات القرارات اللي ممكن تقول ادت للتراجع اللي بقى موجود ده، بدايه بقى من تغيير كابتن سيد عبد الحفيظ وبلا بلا بلا، ومودست اللي جه ده برده ما تفهمش جه منين. يعني جه ازاي ده ما تفهمش. كل اللي متسبب في الكلام ده لازم يتحاسب بصراحه، يعني حساب. لانه في الاخر ما ينفعش يكون متوفر لك كل السبل اللي بتؤدي للنجاح وبعدين يبقى ده شكل النادي الاهلي في الملعب. امبارح نادي سان داونز يوحي لك انه فريق كوره وانه بس ما تحسب ال90 دقيقه حد يقول لي هجمه خطيره عملها سان داونز على الجول على مرمى محمد الشناوي. فكروني يعني، حد يقول لي والله الكره الفلانيه جت في العارضه، الكره الفلانيه الشناوي شالها من المقص، شالها من تحت، عبد المنعم شالها من على الخط، مفيش خالص. امبارح فرقه الشوط الاولاني متوتره كانت بتهدي للاهلي الكوره. يعني البينالتي بتاع بيرسي تاو هو الجول اهداء للنادي الاهلي، الجول بتاعهم ويليامز هو اللي ادى للاهلي هدايه. كوره ما فيهاش داعي للتهور اللي هو عمله في بيرسي تاو، دخل خبط ورجع لي معلول رجع له الهديه وطلعها الجول. شاطه وحش قوي يعني. واستمرار لعدم التركيز. يعني ما تقولش اصل علي معلول اللي خرج الاهلي، هو الفرقه كلها مش مركزه. الفرقه كلها زي ما بيقولوا كده اوت اوف فورم، يعني بره الفورمه تماما كلهم. لما تيجي تراجع امبارح الماتش كده هتلاقي حسين الشحات مش في الفورمه، هتلاقي كهربا مش في الفورمه، اليو ديانج سيء جدا، مروان عطيه سيء جدا، مش هتلاقي غير اكرم توفيق نجم الماتش بصراحه، وامام عاشور اجتهد جدا على قد ما يقدر، والشوط الاولاني بيرسي تاو، والديفنس السرد باكين ما اختبروش. يعني عبد المنعم ورامي ربيعه ما تعرفش تقيمهم، ما اختبروش اصلا، ولا شناوي يعني حد اختبره خالص. هي شوطين ولا حاجه من 30 40 يارده في نص الجون، ضعيفه جدا عادي ما فيهوش حاجه يعني. انما اللعيبه كلها بره التركيز. حتى التغييرات اللي تمت، يعني انا اول مره وهو بيغير على الخط اقول يا رب
يعني تحصل حاجه وما يغيرش، لان انت عارف هو كولر يعني الايام دي بياخد قرارات غريبه جدا. هل انت بتغير لاجل الاحسن ولا بتغير لاجل ان انت تغير؟ انت بتغير عشان تغير بس، مش عشان الاحسن. تعال لو عشان الاحسن ما تسحبش كهرباء وتنزل مودست في الدقيقه 70، يعني لسه على الماتش نص ساعه، تلت ساعه غير الوقت الضايع وصل لنص ساعه. بتغير قفشه، بتنزل قفشه عشان ايه؟ دوره ايه في الملعب؟ ولا حاجه. بررم. فاكرين شغلتك على المدفع ايه؟ امبارح قفشه كان دوره على المدفع بررم. بتنزل رضا سليم مكان حسين الشحات، حتى وحسين الشحات متراجع وانت عايز تكسب فرقه زي دي مرصوصه قدام الجول بتاعها، وبتعرف تنقل كوره كويس، يعني ممكن ينقل لك 30 نقله في مترين، ما عندوش مشكله، هو بيزهقش. انت عايز لعيب مهاري زي حسين الشحات، حتى لو هو مش في فورمته، حتى لو هو مش، هتقول لي طب انت يعني رضا سليم مش هتنزله؟ اقول لك لا، هنزله بس مكان لعيب في نص الملعب، هنزله مكان اليو ديانج او انزله مكان مروان عطيه، بس اسيب حسين الشحات واسيب رضا سليم. فيقوم القدر بقى عشان هو قايل كلمته من بدري، من وقت البنالتي بتاع علي معلول ان الاهلي مش هيتاهل، فيقوم رضا سليم هتقول يعني في الرمق يجري وفي شويه نشاط، يقوم يجي له الكسر في الترقوه مفيش بعد دقيقتين ويخرج، عشان ينزل لك بقى احمد عبد الهادر فيأدي لك بقى ايه؟ رقصه الخنق. عايز تموت الكوره سلمها لاحمد عبد القادر. هو احمد عبد القادر ياخد الكوره يشوفهم واقفين فين ويروح لهم، عارف اللي بيجر شكلهم، يقوم راح وسط السبعه اللي واقفين داخل وسطيهم. ما تفهمش ليه، يعني ما تفهمش. امبارح الحقيقه يعني اداء في الشوط الثاني لا يليق ابدا بان انت حامل لقب افريقيا، ولا يليق ابدا باسم النادي الاهلي، ولا يليق ابدا برغبه الاهلي في تخطي هذه المباراه. الاهلي فيه حاجه غلط من بدايه الموسم، مع انه المفترض كل التوقعات كانت بتشير وتقول ان الاهلي هيعمل موسم عالمي هذا الموسم. ليه؟ خاتم، واخد 5 بطولات، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد السوبر المصري مرتين، مره من الزمالك ومره من بيراميدز، واخد كاس مصر من بيراميدز، واخد الدوري العام من كل انديه مصر. فواخد 5 بطولات، كان يعني مصدر فخر وتباهي ضخم جدا لمجلس الاداره اللي احتفل يوم 22/8 بحفل عظيم. فقلنا بقى ده هيبقى موسم عالمي، لان الفرقه راحت عملت فتره اعداد وسافروا النمسا وعملوا ماتشات، وامام عاشور الاهلي جابه، معرفش رضا سليم الاهلي جابه، ورجع كريم ندفد ورجع صلاح محسن، والراجل يقول لك سيد عبد الحفيظ يمشي حاضر، يقول لك مودست يجي حاضر، زكي يطلع حاضر، ابراهيم ينزل حاضر. فقلنا في موسم عالمي قادم للنادي الاهلي، كله استقرار وكله، واذ بينا نتفاجئ من اتحاد العاصمه قلنا هفوه. حصل التعادل بتاع سيمبا هناك قلنا فسوه. حصل التعادل بتاع سيمبا هنا قلنا عسوه. حصل خساره صن داونز هناك قلنا اصل ذكرى الخمسه. لا كده بقى في حاجه مش مظبوطه، ولازم يحصل حساب. انا عارف ان انا بقول كلام في الاخر محدش هيعمل حاجه في اداره الاهلي كالعاده وبيصحوا متاخر، لكن يعني دي اخطاء لازم ما كانش يجب ان الاهلي يعني يقع فيها، اخطاء اداريه او اخطاء فنيه. الاهلي افضل من كده بكتير بصراحه. يعني لما اقول لك افضل لعيب في الملعب، اللعيب اللي راجع من صليبي بقاله سنه، اكرم توفيق، يعني ده المكسب الوحيد للاهلي في البطوله دي. وحش يعني، قلب جامد وقدره وتكالنج، يعني عامل امبارح 10 12 تاكلينج، يعني ولا واحده غلط، يعني ما شاء الله. مش عايزين نحسد، ربنا يحميه يا رب ويبارك فيه ويبارك في روحه. اللعيب الوحيد امبارح اللي كان بيشتغل ويقاتل علشان خاطر الفانيلا الحمراء فقط هو اكرم توفيق بصراحه. يعني حكم امبارح عيسى سيده كان رائع جدا،
والكره بتاعت اخر دقيقه مش بينالتي فعلا. وهو الراجل لما الفار ندهله ما ندهلوش عشان يقول له احسب بينالتي او ما تحسبش بينالتي، هو بيقول له تعالى، هي لو هتحسبها لمسه يد هي مش لمسه يد، هي بينالتي. لو هتحسبها لمسه يد هي من جوه المنطقه، بس هي اصلا مش لمسه يد. فالراجل عشان كده لغى لمسه اليد، هي فعلا ما فيهاش حاجه، فلغى لمسه اليد. والراجل امبارح عامل مباراه عاليه جدا وحاسب بينالتي في اول 10 دقائق صحيح وبشجاعه، مش سهله انك تحسب ركله جزاء في اول 10 دقائق، مش سهله. وكان على مدار المباراه قراراته سليمه الحقيقه، يعني اخطائه كانت بسيطه جدا وغير مؤثره في سير المباراه. انما يبقى كهربا عنده شويه نشاط حتى لو اقل من قوته الطبيعيه، لكن متحرك في الديفنس بتاع سان داونز، تسحبه وتنزل مودست. يا راجل يا راجل يا راجل حرام عليك. ويطلع بعد المؤتمر الصحفي يقول لك اصل مودست محتاج ماتشين ثلاثه، ده لو ده موسمين ثلاثه ما يقوموش على رجليه. يعني بصراحه يعني صفقه، يعني حزن. يعني لما الكلام اللي بيتقال على الفرود المنتظر في النادي الاهلي على مدار السنتين الثلاثه اللي فاتوا، ثم الناس تشوف الاهلي المهاجم بتاعه اللي لبس فانيلته هذا اللاعب، دي صدمه يعني العمر. والراجل مصر انه يحرج اللي جاب مودست ويحرج النادي الاهلي ويحرج نفسه. يعني الحقيقه خروج من سان داونز غير بقى لما اقول لك ارقام ان سان داونز اخر 7 ماتشات الاهلي بيواجهه مش عارف يكسبه. يعني ده رقم غريب جدا ان اخر 4 ماتشات الراجل كولر لعب سان داونز 4 ماتشات من يوم ما جه مش عارف يكسبه، خسر مرتين وتعادل مرتين. انه الاهلي اكتر فريق دخل فيه جوال في الدوري الافريقي. تخيل الاهلي خارج من البطوله هو وانيمبا النيجيري، لما تيجي بعد نهايه البطوله يحطوا الارقام هتلاقي الاهلي وانيمبا اكتر فرقتين دخل فيهم جوال، كل واحد دخل فيه 4 تجوال. يعني الاهلي خارج من البطوله متعادل 3 ماتشات وخسران ماتش. كل دي ارقام الحقيقه يعني تؤكد ان الاهلي لا يستحق التاهل او الفوز بهذا